هل تخيلت في يوم إن الحكومات تبدأ تصنع عملتها الرقمية الخاصة؟ النهاردة بنتكلم عن العملات الرقمية الحكومية أو ال CBDC، النسخة الرقمية من عملات الدول زي الجنيه أو الدولار. لكن خلي بالك، دي مش زي البيتكوين أو الإيثريوم. ال CBDC بتصدرها البنوك المركزية، يعني الحكومة هي اللي تتحكم فيها بالكامل. الفكرة إن الناس تقدر تستخدمها في التحويلات والمدفوعات بسهولة من غير كاش أو بطاقات. بس في الجانب التاني كل حركة وكل عملية بتكون مرصودة ومسجلة عند الدولة، يعني شفافية كاملة. لكن من اتجاه واحد، في حين الكريبتو الحقيقي بيقوم على الخصوصية والحرية، ال CBDC بتخلي كل حاجة تحت المراقبة. فيه دول زي الصين بدأت رسميا في اليوان الرقمي، ودول تانية زي الاتحاد الأوروبي وأمريكا شغالة على عملتها الرقمية التجريبية. فالسؤال هنا، هل دي خطوة لتطوير النظام المالي ولا خطوة للسيطرة الكاملة على أموالنا؟ المستقبل قرب جدا، وممكن تكون محافظتك الجاية تابعة للبنك المركزي مش البلوكشين. لو حابب تتعلم عن عالم العملات الرقمية بطريقة بسيطة وسريعة، اشترك دلوقتي في قناة كريبتو بالعربي وتعلم الكريبتو في 60 ثانية فقط.